يعني رمضان العائلة، وتشوف بأن الملعب مليان وهزيج. 3 أهداف مهمة، وخصوصا الشوط الثاني الوداد كان أفضل. طيب إذا أصبح الترتيب النهائي لهذه المجموعة مشاهدينا بعد انتهاء هذه المباراة على النحو التالي: الوداد يتصدر القمة ب13 نقطة، شبيبة القبائل الثاني ب10 نقاط وكلاهما يتأهل إلى دور الثمانية، بترو أتلتيكو الأنجولي بعد فوزه بالأمس على فيتا كلوب 7 نقاط ويودع البطولة، وفيتا كلوب ب4 نقاط يتذيل هذه المجموعة. المجموعة الرابعة بعد تعادل الترجي وشباب بوليزات سلبيا، الترجي أصبح في الصدارة ب11 نقطة، شباب بوليزات رفع رصيده إلى 10 نقاط وكلاهما يتأهل إلى دور الثمانية. الزمالك بعد فوزه بالأمس على المريخ ب4-3 بقي ب7 نقاط بالطبع وودع البطولة، والمريخ ب5 نقاط أيضا ويودع هذه البطولة. 11 نقطة، شباب بوليزاد رفع رصيده إلى 10 نقاط وكلاهما يتأهل إلى دور الثمانية. الزمالك بعد فوزه بالأمس على المريخ ب4-3 بقي ب7 نقاط بالطبع وودع البطولة، والمريخ ب5 نقاط أيضا ويودع هذه البطولة. إذن الفرق المتأهلة. نعود إلى رفيق صيفي للحديث عن شبيبة القبائل وكيف أدى ميلود حمدي هذه المباراة وتقييمك لهذا الأداء، وهل كان بالإمكان اليوم أفضل من مكان وكان ممكن الشبيبة يقدم مردود أفضل أمام الوداد، أم أن هذا هو الواقع؟ أول شيء مبروك للوداد ومبروك عليهم الفوز والصدارة في هذه المجموعة، ومبروك أيضا للشبيبة أن يعود إلى دور الثمانية منذ 2010 لم يصل. مبروك للشبيبة للتأهل يعني في مجموعة صعبة بكل المشاكل التي يتخبط فيها منذ بداية الموسم، عرف يعني كيش يوصل ويتأهل في هذه المجموعة. هذا أول شيء. ثاني شيء صحيح مباراة مختلفة على شوط أول شوط ثاني، كان ممكن بنفس الأداء في الشوط الأول أو بخروج الشوط الأول بتعادل كان ممكن تغير كل شيء. وهذا الهدف اللي أنا بالنسبة لي هدف تسلل ولمسة يد فيه كل شيء على كل حال، ولكن الحكام هذه هي يعني ليس أول مرة نتكلم عن الحكام، ليس إلا في مباراة الوداد والشبيبة اللي نتكلم عليها، يعني من قبل احنا نتكلم على الغريب اللي يحيرك يعني وجود الفار في الربع ابتداء من الربع. هذه نقطة لماذا عشان الملعب لا من بداية هذه البطولة ليست كل الملعب في دور المجموعات مستعدة لاستقبال الفار. أنت تتكلم على بطولة دوري رابطة أبطال أوروبا، ما المفروض الفار ما يجيش حتى للربع، يجي من قبل لكل الفرق، يعني فيه فرق استفادت من الفار وفيه فرق لم تستفد وفيه فرق حتى بالفار وضيعها الفار. يعني طيب تحدث عن شبيبة القبائل الذي يصل الدور النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2010. هذا بين قوسين. بالنسبة للشبيبة صحيح في الشامبيونز ليج منذ 2010، ولكن في الكونفدرالية كان تقريبا منذ في الفاينل أمام الرجاء، في الفاينل أمام الرجاء يعني عاد صحيح. أهم شيء هو تأهل في دوري المجموعات. أهم شيء للشبيبة حاليا عاود يرجع في الدوري، تقريبا عنده 3 أو 4 مباريات متأخرة ممكن يرجع بالمستوى اللي قدمه، لأنه عنده الإمكانيات، عنده بعض اللاعبين. صحيح مباراة اليوم فيها سيناريو مختلف، التغييرات كنا ننتظر في تغييرات تكون أفضل، كنا ننتظر في سيناريو أفضل. ممكن المدرب أتى بسيناريو في الشوط الأول وسيناريو الشوط الثاني، ولكن الشوط الثاني نظن أن المباراة قتلت في بداية الشوط الثاني. الهدف الأول اللي تدخل فيه غرفة الملابس وانت متقدمين عليك بهدف يأثر فيك، تتقبل هدف في الدقائق الأخيرة يعني فيه وعليه. زيد هدف ثاني في دخولك في الشوط الثاني مباشرة تتقبل هدف ثاني، يعني نقدر نقول بعد الهدف الثاني انهار الشبيبة. حتى التغييرات يعني عندما تدخل وانت خاسر 2 بعض اللاعبين لم يعطوا الأداء اللي متعودين عليه. تعودتنا في شبيبة في المباريات الأخيرة دائما تكون يعني مباراة مختلفة في الشوط الثاني، ولكن عندما تكون متعادلة، عندما تكون متقدمة في هدف يعطيك هذيك الرغبة العزيمة، تبقى دائما منضبط، تحاول آمال إنهاء المباراة على كرة ثابتة على مرتدة. ولكن هذه أهم شيء. صحيح تخسر مباراة ولكن متأهل. ديجا قبل المباراة كنا نتكلم على الفريقين كانوا متأهل، ولكن الصدارة تعمل فرق. ولكن حتى الصدارة حتى القرعة ممكن يعني القرعة لو تبحث من أراد الفوز بالبطولة لا يهمه أول أو ثاني أكيد. طيب سؤال له عزيز مهم، وهو جريدو. هذه هي المباراة السابعة لجريدو مع الفريق، لم يخسر حتى الآن، فاز في 4 من قبل وتعادل في 2. فاز اليوم بفوز اليوم أصبح فاز ب5 وتعادل في 2. تحسن الأداء الهجومي تماما مع جريدو منذ قدومه إلى الفريق بشكل رائع جدا. تقييمك لكل هذه الأرقام، هل وصل إلى مرحلة الإقناع أم لا؟ الصراحة عندما تدرب فريق بحجم الوداد وبالعناصر الموجودة اللي وفرتها الإدارة والجماهير، وهذه الجماهير اللي تؤازر الوداد البيضاوي، مع لكنك تقدم أداء مميز
واختياراتك لازم تكون مميزة. شفنا العناصر كيف اللي دخلت في الشوط الثاني، كيف شاهدنا مباراة أخرى تفوق كبير للوداد، فرق ما بين الوداد في الشوط الاول وفي الوداد الشوط الثاني. لذلك فاظن بان الوداد لديه كل العوامل وسبل النجاح. الان يبقى للمدرب ان يكون اختيارات صائبه واختيارات موفقه. اليوم كان موفق صحيح في الشوط الثاني، لم يكن موفق في الشوط الاول. كانت جيده في التغييرات في الشوط الثاني، في الشوط الثاني، وهذا التغييرات كنا تكلمنا عليها انه سوف تغير من مجرى المباراه. الوداد في الاول كان محتاط وكان يلعب بحيطة وحذر، لكن لما دخلت الأسلحة كلها الهجومية تغير. هذا اللاعب حيمود أيضا لاعب شاب صغير كان عنده جرأة كبيرة في التصويب بعيد. جعدي عاد أيضا بعد غياب أيضا طويل. مؤيد اللافي دخل أعطى حلول في الهجوم وتحركات أيضا كبيرة جدا، وأعطى حلول للاعبي وسط الميدان. شوف لاعبين وسط الميدان دائما يحتاجون دائما إلى محطات، ومحطات من يعطي المحطات ومن يعطي يلعب في المساحات هم المهاجمين وليس لاعبي وسط الميدان. كل واحد عنده دور. مترجي ايضا وايضا ونجم اعطوا حلول ولعبوا بطريقه جيده. اظن بالوداد بهذه العناصر الموجوده، اظن بان اذا احترم التوازن في الفريق، اظن بان الوداد قادر على هزم اي خصم. الان لازم ايضا غاريدو لازم يكون يعني دقيق في اختياراته التكتيكيه في المباريات ايضا القادمه، لان اليوم صحيح ان في الشوط الاول كان هناك شويه الحظ، لان لما كانت فرصتين لشبيبه القبائل، لكن بعد ذلك الوداد خذ بزمام المباراه واظن استحق انه الفوز. طيب شبيبه القبائل، تقييمك للاداء الهجومي رفيق؟ يعني فرص أتت في الشوط الأول وفرص أيضا أتت في الشوط الثاني، لكن لم نجد التنفيذ أمام المرمى بشكل جيد. يعني لم نشعر بالخطورة، لم يشعر فريق الوداد بالخطورة رغم الفرص التي أتت وأتيحت لشبيبة القبائل. فعلا بالنسبة لي كان في الشوط الأول أفضل، صنع فرص أفضل في الشوط الأول، لأن الشوط الثاني اختلف. يعني الشوط الثاني حتى ولو حاول، حتى ولو قام بتغييرات، حتى ولو بادر، لكن لم تكن الفرص أخطر من يعني فرص سانحة للتسجيل أو فرص فردية وجها لوجه أو كرات ثابتة خطيرة. لم نلاحظ هذا الشيء. يعني النقص الهجومي أو النجاعة الهجومية ناقصة في شبيبة القبائل. زيادة عن هذا أيضا نظام اللعب، كي تلعب بنفس نظام اللعب مهاجم واحد ولاعبين على الأطراف يأثر بعض الشيء. ممكن يكونوا تغييرات أكثر هجومية عندما تكون خاسر 1-0. أنا التغييرات نبداهم من الشوط الأول، يعني من الشوط الثاني 45 ما بين الشوطين نقوم بتغييرات لكي أهاجم، تغييرات لكي أبادر أكثر في الهجوم. تلعب بلعب هجومي. يعني أنت لم تقتنع بتبديلات مولود حمدي اليوم؟ تأخرت بعض الشيء أو لم تغير في شكل الفريق أو لم تضيف للفريق. متعودين تضيف وتغير في شكل الفريق، ولكن اليوم لم تغير ولو تعطي إضافة في بعض الأحيان. يمكن إحساس اللاعبين رفيق أن خلاص الموضوع حسم وهم كده متأهلين، فربما يكون ليس هناك دوافع عند اللاعبين. بعد الهدف الثاني تحسن، حتى قلت الدوافع عندما تتقبل هدف ثاني وتقوم بالتغييرات. حتى اللاعبين عندما يدخلون صعب، يعني مهمتك كانت صعبة من قبل. أوكي شوط أول أوكي، يعني قلت لك بعد التغييرات عندما تكون خاسر 1-0 نعم ممكن، عندما تكون 0-0 الدوافع مختلفة، حتى طريقة اللعب مختلفة. ولكن هذه أهم شيء هو تأهل في هذه المجموعة. القادم أفضل. أهم شيء شبيبة اليوم يفكر في الدوري، يفكر في المباراة، لأن مباراة الدوري ممكن تكون عامل مهم في الشامبيونز ليج والقرعة. حتى القرعة لو خدمت القرعة أمام فريق ممكن يكون في متناول شبيبة، لأن كل الفرق التي تأهلت